ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. طبعا يا جماعة احنا مستمرين معاكم في التصريحات اكيد، التصريحات المحترمة والتصريحات العقلانية والتصريحات المجانين طبعا، يعني دي لا تخلو طبعا من الوسط الرياضي بالذات يعني. نبدأ بالتصريحات العقلاء في الأول. الأستاذ محمد العدل، طبعا الأستاذ محمد العدل معروف إنه أهلاوي من العقلاء يعني. بيقول لك إيه؟ بيقول لك الهلال والزمالك ايد واحده، الزملكاويه كلهم اصبحوا هلاليين. طب وبيراميدز يا جماعه؟ ما الراجل عنده حق يا جماعه، ما هو الزمالك مشاه كده. يعني زي ما قالت البيج بتاعت النادي الاهلي، بتقول لك يقوم من على حجر سان داونز يقعد على حجر بيراميدز، يقوم من على حجر بيراميدز يقعد على حجر الهلال، وغيره 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 انديه كلها علشان خاطر الاهلي. ده كله مكايده في الاهلي يعني. دلوقتي احنا واقفين مع الهلال والفريق العربي الشقيق لكن فريق من نفس البلد نفسها لا، ده فريق ماليش دعوه، انا زملكاوي فقط، انا بشجع الزمالك فقط. لكن الهلال والزمالك دلوقتي ايد واحده والتشكير شغال. طيب تعال نشوف التشكير اللي على اصوله بقى. صفحه ايطاليان زملكاوي طبعا دي اسوا بيدج، مش زملكاويه فقط، اسوا بيدج رياضيه في التاريخ. ليه؟ بيدج ما بتثيرش غير الفتنه، كلامها كله بيثير الفتنه فقط، زائد ان هي بيدج غير محترمه. واللي هيدخل عليها صفحه ايطاليان زملكاوي، اللي هيدخل عليها هيلاقي ان كلامي ده صح مليون في الميه، ويقرا الكلام ويشوف التصريحات بتاعتهم وكلامهم. طيب دي قالت تصريح يوم، او نزلت بوست يوم 29 ابريل اللي فات. قالت ايه؟ قالت الاهلي السعودي يطيح بالهلال خارج دوري ابطال اسيا، موسم حزين على أندية النانوس في كل القارات. ادي هنا بوسط اهو، بنتريق على الهلال وبنقول عليه النانوس، مكايدة في الاهلي. هو اسقاط على الاهلي فقط، البيتجات دي شغاله اسقاط على النادي الاهلي فقط. فبيقولوا على نادي الهلال انه ده النانوس بتاع السعوديه يعني، او بتاع اسيا. تمام تمام. بعد ما الهلال السعودي كسب مانشستر سيتي، نفس البيدج بتقول الهلال السعودي يقصي مانشستر سيتي من كأس العالم بهدوء الكبار وأناقة الزعماء. الهلال يكتب التاريخ ليلة من ليالي المجد الأزرق، سقطت فيها أوروبا أمام فخر آسيا. يا سلام! آدي كلام إيطاليان زملكاوي النهاردة، أو مش النهاردة، بعد ما كسبوا مانشستر سيتي. ليه بيقولوا كده بقى ايطاليان زملكاوي؟ قلت لك كل المقصود اسقاط على النادي الاهلي. اصل انت يا اهلي طلعت حصاله في كاس العالم، لكن الهلال فخر العرب والفريق العربي الحقيقي اللي مشرفنا، لكن انت يا اهلي فريق فاشل، فكله اسقاط على النادي الاهلي برضه. ادي انت وادي البيج دي. طيب كابتن احمد عفيفي طبعا سقراطس، ده كابتن احمد عفيفي بيسميه سقراطس بتاع الوسط الرياضي، يعني الراجل اللي هو ايه بقى، ايه، ارشميدس، فيثاغورس، يعني هو كذا حاجه في بعض كده ميكس يعني. كابتن احمد عفيفي في ليله ماتش مانشستر سيتي والهلال السعودي قال في نصيحه للهلال يعمل ايه؟ قال له يتغطى ويدخل ينام، بيتريق على نادي الهلال. تمام، اتسلخ طبعا لانه شغال طبعا في السعوديه وفي الاعلام السعودي، وبيقبض بالريال او بالدولار ايا يكن، المهم ان اكل عيشه هناك. فالراجل طلع يهزر، قال بيفرفش يعني. طبعا طلع بعد ما اتسلخ طبعا هناك، قال لك ايه؟ قال لك ما كنتش متخيل ان بعد كل السنين دي يتقال عليا ان بهاجم المشروع السعودي، وانا عايش في السعوديه واكل عيشي منها، وان السنين دي كلها تختزل في فيديو هزار بتكلم فيه في الكوره، واكون متهم اني بهاجم الانديه السعوديه. لو حد زعل مني اتمنى ما يزعلش، لان النيه عمرها ما كانت هجوم او اساءه لاي فريق سعودي. انا عمري ما عملت ولا هعمل كده. طبعا ما هو عفيفي بيهاجم الاهلي بس، لكن في رزقه حلوه وفي فلوس حلوه وفي دولارات. لا انا اسف يا جماعه، اهي سهله اهي، يعني الاسف سهل والاعتذار سهل ما دام غلطت مثلا، صح؟ لكن على طول الخط انت بتهاجم النادي الاهلي فقط، صح كده؟ صح. ما تقدرش تنتقد فريق سعودي مهما كان حجمه. وديك وده اهو باين اهو من كلامك بتتاسف وتعتذر قوي، بعد ما هم هنوك كمان، يعني هم هنوك بعد الفيديو ده وانت بتعتذر ومفيش فايده. يلا اشرب بقى. كابتن خالد بندق، كابتن خالد بندق اللي هو كابتن خالد الغندور. طبعا في ناس طبعا في الاعلام ده افشل اعلام الرياضي طبعا يعني. ده في ناس في الاعلام الرياضي كده اللي هو ايه، انا ماليش لازمه
ولا ليا كاريزما ولا ليا حضور وبارد، ومفيش اي حاجه خالص، مفيش اي مقومات اعلامي، مفيش اي مقومات يظهر على شاشه، مفيش اي مقومات يعمل فيديو حتى يظهر قدام، يعني يطلع تليفون وياخد فيديو ينزله على النت، مفيش اي حاجه خالص، مفيش اي قابليه. طلع يقول لك ايه، عقد تريزيجيه المسجل في اتحاد الكوره 5 مليون، وعقد زيزو برضه، وهنا تكمن الكارثه. الزمالك كان عليه 60 مليون، بينما الأهلي ليس عليه أي مستحقات لأنه يقدم عقود لاعبين غير حقيقية. حتى الآن محدش يتكلم في الموضوع، وأنا مستغرب. لا اتحاد كرة حقق في الأمر لحماية مصالحه، ولا وزارة شباب ورياضة، ولا حتى الإعلاميين اللي كانوا بينتقدوا الزمالك بسبب ديونه وكيفية حصوله على الرخصة. يا سلام عليك يا بندق. ادي انت وادي كابتن خالد الغندور. انا ماليش لازمه في الحياه، لازم اجي في الهيفا واتصدر. يا جماعه انا نفسي اطلع ترند، اعمل ايه؟ اهو ده ماشي كده بس. بس كده اهو بيتهم الاهلي اتهام مباشر، اتهام مباشر انه بيزور في عقود وما اعرفش ايه وعقود غير حقيقيه والكلام ده. نفسي بقى اداره النادي الاهلي تاخد اي قرار قدام الاعلاميين دي يعني، بس مش هيحصل عادي، هم عارفين انه بياكل عيش وهم بيفوتوا له، فصباح الفل. المخرج عمرو السلامه بقى، دخلنا على الناس اللي ملهاش لازمه خالص بقى في الحياه بقى. ده افشل مخرج برضه في التاريخ. شوف بقى الكلام بقى الجميل، بيقول لك القيمة السوقية للهلال 159 مليون يورو، والقيمة السوقية لمانشستر سيتي 1.3 مليار يورو، أي 8 أضعاف القيمة السوقية للهلال. ترتيب الهلال ال 57 عالميا، وترتيب السيتي الثامن، بينهم 49 مركز. والهلال كسب مع غياب 3 عناصر أساسية، طبعا قصده على تقريبا سالم الدوسري ومتروفيتش ومش فاكر مين تاني. المهم، الهلال طريقه للنهائي فلومينينزي وتشيلسي او بالميراس. تمام، بالارقام فرق اقل من ريال مدريد اللي تعادل معاه، ومان سيتي اللي كسبه. واضح ان، خد بالك من الحته الاخيره دي بقى، ركز على الحته الاخيره دي، واضح ان مال الهلال مال حلال. يا ولد يا ولد، اسقط على الاهلي كمان، اسقط على الاهلي كمان. ومال الاهلي مال حرام، علشان كده طلع من الاول حصال. ده انتوا على كده بقى مالكم مال يتيم، يعني انتوا بتاكلوا مال يتيم وبتتاجروا في المخدرات والاعضاء. يعني لو الاهلي مثلا عشان طلع من بطوله كاس العالم وما كملش فيها مثلا، او طلع من المجموعات، ماله حرام صح؟ انا هتماشى معاك. امال الزمالك يبقى ماله ايه بقى؟ يعني نفسي افهم بقى جايب ماله منين يعني نفسي افهم يعني. بيغسل اموال، بيغسل اموال ايه؟ ده امواله اكيد معفنه، اكيد ما بتتغسلش. ادي انتوا ادي شويه تصريحات يعني، انتوا سمعتوني يعني، تصريحات كلها فاشله، ما بتطلعش غير من ناس بتبحث على الترند فقط لا غير، على حساب اي حاجه واي حد، وعارفين ان انتقاد الاهلي في اي وضع او اي اسقاط على النادي الاهلي شهره فقط لا غير. شكرا انكم سمعتوني، السلام عليكم.